حلو السؤال رقم 6 في lesson 1 على كورس البايثون اللي على موقع جمال تك. تعالوا نقرا السؤال مع بعض ونشوف طلب مننا ايه. السؤال بيقول ايه؟ write a Python program to print the following three lines. عايزين نكتب الجملة دي على 3 سطور مختلفة. هنا هو بيترجم لك السؤال اهو: اكتب برنامج بايثون لطباعة الأسطر الثلاثة التالية. عايزين بقى نطبع الشكل ده بس بطريقة مختلفة عن ما طبعناها آخر مرة. طيب تعالوا نجرب طريقة تاني زي ما احنا متعودين على موقع بروجرامز اللي بنحل عليه الأسئلة. هنكتب هنا أمر print عادي print. عايزين نكتب هنا hello جمال تك، بس كل واحدة تطبع على سطر لوحدها. وأنا مش عايز أستخدم طريقة أنا شرحتها، هستخدم حاجة جديدة معاكم النهاردة اللي هي إيه؟ اللي هي إن احنا مثلا احنا عندنا طريقة الباك سلاش اب، ممكن نستخدم حاجة تاني اللي هو ايه، انا انزل سطر واكتب امر print تاني واستخدم فيه جمال وانزل سطر واكتب فيه تك. طب هل كده هو فعلا هيطبع الثلاث سطور ولكن هيطبعهم كلهم على سطر واحد؟ احنا في بايثون طالما احنا استخدمنا امر، فبالتالي هو هيخلص الامر ده وينزل سطر، يعني مش هينفذ كل حاجة في امر واحد وسطر واحد. لا، هو هيكتب السطر الاول وبعدين هينزل سطر ويخلص ويكتب الامر التاني وينفذه وينزل سطر. يعني هو هيعمل هنا ايه؟ هيخلص الامر ده وينزل سطر ايا كان بقى الامر ده. هو هيطبع كلام كتير او كلام صغير؟ لا، هو ملوش دعوه، هو ليه امر، الامر لوحده بياخد سطر. هو هيكتب ده على سطر وبعدين ينزل ويكتب ده على سطر وينزل ويكتب ده على سطر. فبالتالي انا مش محتاج مسافات بين كل كلمه لان هو كل كلمه على سطر، فانا مش محتاج ازود حاجه تاني. طب ندوس رن ونشوف كده. فعلا طبعا له جمالتك على كل واحدة على سطر مختلف وبنفس الشكل اللي هو طالب مني في السؤال. تعال نبص الشكل كده، لأن هو فعلا طبعا له جمال تك كل واحدة على سطر.